من النيل إلى سيناء، رحلة المياه تحت القناة. صحارة سرابيوم واحدة من أهم المشروعات القومية المائية في مصر، وبتعتبر أكبر مشروع مائي في الشرق الأوسط. بيبلغ طول الصحارة حوالي 400 متر، وهدفها نقل المياه من تحت قناة السويس الجديدة عشان توفير مياه الري لمناطق شرق القناة وسيناء. المشروع بيستهدف نقل 1,200,000 متر مكعب من المياه يوميا من مصرف المحسمة، وده بيكفي لري من 70 إلى 100,000 فدان. وبيهدف كمان لتوفير مية الشرب والري لسيناء في نطاق شرق البحيرات وشرق قناة السويس، وبيساعد في حل مشكلة نقص المية وإقامة مشروعات اقتصادية كبيرة على محور قناة السويس الجديدة، غير توصيل المية للأهالي في مشروع قرية الأمل. والصحارة مكونة من 4 بيارات ضخمة، عمق البيارة الواحدة 60 متر، وقطر الصحارة الداخلي قرابة 20 متر، وفيها 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 متر، محفورة تحت القناة الجديدة لتأمين وصول مية نهر النيل إلى شرق القناة وسيناء، وتأكيد إن تنمية سيناء بقت واقع حقيقي على الأرض.